السلام عليكم. النهارده هنشرح السيستم بتاع السنتر بالتفصيل، فركز معايا يا حبيب قلبي في كل كلمه هقولها لك. طب تعالى نتخيل كان المدير قال لك انا عايزك تحذف لي الباقه اللي هي ب 60 جنيه وتخليها ب 55 جنيه عشان هو عامل عرض مثلا، وتضيف باقه جديده غير باقه العرض، باقه تانيه خالص ب 90 جنيه. تمام، وقال لك تفاصيلها. طيب ازاي بخش اتحكم في الباقات؟ عندك زرار اسمه الاعدادات، هتدوس عليه وتدوس على الباقات. طيب دي صفحة الباقات، دي منها ممكن تحذف باقة وتضيف باقة. تمام، هو قال لك دلوقتي احذف لي الباقة اللي هي ب 60 وخليها لي ب 55، وقال لك مثلا عدد الايام بتاعتها هتبقى 14 وعدد الساعات بتاعتها هتبقى 24. كده اليوزر لما يجي يحجز عند حضرتك هيبقى ليه 24 ساعة لمدة اسبوعين، ويدفع كام؟ 55 جنيه. تمام، هنضيف الباقة، هتلاقي الباقة اتضافت. وقال لك ضيف لي باقة تانية ب 120 جنيه. هنيجي هنا نقول 120، وليكن قال لك انا عايزهم 4 اسابيع يبقى 28 يوم، وعايزهم مثلا 60 ساعه، ليه 60 ساعه خلال الاربع اسابيع دول. تمام، ويدفع 120 جنيه. هتدوس على اضافه باقه، هتلاقي برضو الباقه ايه؟ اتضافت عندك. طيب يبقى من الصفحه دي انا ممكن احدد على الباقه واحذفها، وممكن برضو اضيف باقه جديده عن طريق ان انا بحط البيانات بتاعتها وادوس على ايه؟ اضافه باقه. تمام، دي اول حاجه عندك. دلوقتي حضرتك جه عندك واحد وقال لك انا عايز اشتغل مع حضرتك. تمام، وانت عملت له الانترفيو وطلع معاه كورس انجلش وقلت له ايه؟ الدنيا زي الفل، احنا قبلناك. طيب في حاله ان انت عايز تضيف بيانات موظف مش موجوده عندك، يعني بالمعنى عايز تضيف موظف للسيستم، مش ده موظف جديد، فهندوس على للموظفين وندوس على اضافه موظف، وبعد كده تبدا تضيف الموظف ده، وليكن اسمه ايه؟ محمد 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 محمد. تمام، ده الاسم الرباعي. رقم الهاتف. طيب حضرتك انت عايز تمشي البيانات بتاعت الموظفين برقم البطاقه، هتدوس على اضافه وتدوس على الاي دي، هيظهر لك رقم البطاقه. تمام، وليكن في حاله ان حضرتك مش عايز تدخل رقم البطاقه، هتروح معلم على كل دول وماسح، وعادي جدا هيبقى خانه رقم البطاقه فاضيه اهي، تروح بس دايس على حفظ، هيروح هو حافظ ان في موظف رقم تليفونه كذا بس ما عندوش رقم بطاقه. تمام، دلوقتي الرساله اللي قدامك دي بيقول لك تم اضافه الموظف محمد 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 محمد، وكود الموظف هو 2. حضرتك انت هتقول للموظف انت كودك 2، وهو المطلوب منه ان هو يحفظ الكود بتاعه، لازم يحفظ الكود بتاعه. تمام، ممكن يصوره على التليفون ويكون معاه الكود دايما عشان ما ينساهوش. تمام، عشان هو لما يجي يسجل حضور بعد كده وينهي شيفت هيعملها بالكود ده. انا كموظف المفروض اول ما اجي السنتر اسجل حضوري، وقبل ما امشي من السنتر اعمل انتهاء للشيفت بتاعي. تمام، بحيث ان هو يسجل ان انت جيت يوم كذا من الساعه كذا للساعه كذا. والله انت نسيت في يوم تسجل حضورك اول ما توصل وسجلت متاخر، فده هيتخصم من المرتب يا معلم، ففكر. تمام، انت اول ما بتوصل بالظبط هتدوس على خانه للموظفين. احنا عرفنا خلاص اضافه الموظف ده بيعمل ايه، هتضيف موظف جديد مش موجود بياناته. انما انت هتعمل ايه؟ هتعمل تسجيل حضور. هتبدا تقول الكود بتاعك، وليكن انت الموظف اللي اسمه محمد اللي انا لسه ضايفه، فانت هتكتب 2 وتدوس على ايه؟ تسجيل حضور. والله لو اسمك فعلا مكتوب بالكود ده يبقى ده فعلا كودك. طيب نتخيل ان الموظف اللي هو مثلا كوده رقم 1 ده، تمام، اسمه ايه مثلا؟ يونس. تمام، نعمل له حذف. وليكن انت اسمك يونس وقلت وانت داخل كودك 2 وسجلت حضور. دلوقتي ايه اللي حصل؟ دلوقتي الموظف محمد هو اللي جه، مع ان اللي جه في الحقيقه يونس، بس انت قلت الكود بتاعك غلط، وبالتالي هنضطر نحذف الموظف ده من حضور اليوم. حذف من حضور اليوم اكن الموظف ما جاش. تمام، هنعمل حذف ونكتب الكود بتاعك الصحيح اللي هو 1 ونسجل حضور. كده حضرتك انت دخلت، انت كده الموظف يونس دلوقتي. تمام، فانت اول ما بتيجي للسنتر لازم تعمل تسجيل حضور، ولما تيجي تمشي تيجي لخانه الموظفين وتيجي على تسجيل الحضور وتعلم على نفسك وتدوس على انتهاء شيفت. كده حضرتك اتسجل ان انت خدت بعضك ومشيت. تمام، طيب في حاله ان انت اشتغلت
تمام، سجلت حضورك وقعدت مثلا الشيفت بتاعك وبالغلط دوست على حذف الموظف من حضور اليوم، يبقى انت كده ما جيتش النهارده، يبقى كده تسجل ان يونس ما جاش اليوم ده. فركز بالله عليك، انتهاء الشيفت يعني انت بتنهي الشيفت بتاعك، وحذف الموظف من حضور اليوم يعني انت ما جيتش اصلا. تمام. طيب وامتى هنستخدم حذف الموظف من حضور اليوم؟ قلنا في حاله ان احنا دخلنا كود غلط، فاحنا كده بنسجل ان في موظف تاني هو اللي حضر، فبنعمل للموظف التاني ده حذف من حضور اليوم، وبنبدا نشوف الكود بتاع الموظف اللي هو نسيه. او لو في موظف لسه جاي دلوقتي وانت عملت له تسجيل حضور، والموظف ده يا دوبك دخل، جات له مكالمه كمان دقيقه وخد بعضه ومشى، انت عايز تحسب ان ده شيفت، اعمل له انتهاء شيفت، هيتسجل ان هو قاعد دقيقه. انما برضو كمدير انت مش عايز تسجل له ان هو جه الدقيقه دي، اعمل له حذف الموظف من حضور اليوم، ده براحتك. تمام. المهم انا عرفت انا كموظف لازم اول ما اجي السنتر اخش على خانه الموظفين، اخش على تسجيل الحضور واسجل، اكتب الكود بتاعي واسجل حضوري، اعمل تسجيل حضور للموظف، اشوف الاسم بتاعي هنا، ولما اجي امشي لازم اقول له خلاص انا همشي، فيجي اللي قاعد على الجهاز يدوس على الاسم بتاعك ويعمل له انتهاء شيفت. تمام. لو الموظف اللي قاعد على الجهاز ده بيكرهك هيعمل لك حذف من حضور اليوم، بحذرك يعني. طيب انا دلوقتي قاعد على الجهاز وسجلت حضوري اللي هو الكود بتاعي 1. تمام. انا الموظف يونس اللي قاعد دلوقتي على الجهاز والحمد لله سجلت حضوري. راح داخل عليا موظف تاني اللي هو اسمه محمد، فهقول له والله هبدا اسجل له حضور، فهدوس على خانه الموظفين وادوس على تسجيل حضور، ابدا اساله انت الكود بتاعك كام؟ يقول لي انا الكود بتاعي 2، ابدا ادوس على 2 وابدا تسجيل حضور. محمد فعلا، خلاص تمام كده اتسجل هو حضور. لما يجي يمشي هدوس زي ما قلت لك على انتهاء شيفت او حذف الموظف من حضور اليوم على حسب الهدف. والله جه قعد دقيقه ومشى يبقى حذف الموظف من حضور اليوم. لو جه قعد الشيفت بتاعه او قعد قبل الشيفت بساعه يبقى انت لازم تحسب له الوقت اللي هو قعده عشان يبقى متسجل بعد كده ان هو جه من الساعه كام ومشى الساعه كام، فانت هتدوس على انتهاء الشيفت. تمام. اظن ان الفكره وضحت والدنيا بقت زي الفل. طيب انا دلوقتي الموظف اللي اسمي يونس الكود بتاعي 1 وقاعد دلوقتي على الجهاز وجالي عميل. العميل هيجي لسبب من 3 اسباب. السبب الاولاني عشان يشترك في باقه. تمام. السبب الثاني عشان يستخدم الباقه بتاعته، هو مشترك بالفعل في باقه وجاي عشان يستخدمها. السبب الثالث ان هو قاعد بالفعل في السنتر وجاي عشان ينهي الجلسه بتاعته، يعني هو جالي وطلع مشترك في باقه او انا عملت له اشتراك ودخل قاعد يذاكر وخلص مذاكرته وجاي عشان ينهي الوقت بتاعه عشان ما يفضلش يعد الساعات بتاعته. تمام. طب تعالى نمسك حاله ونبدا نشرحها بالتفصيل. اول حاله عندي في حاله ان العميل جاي يشترك في باقه، فانا هدوس على زرار للعميل وابدا ادوس على اشتراك العميل. اول حاجه بساله انت اسمك ايه طبعا، فهيقول لك انا اسمي محمد كريم عطيه سامح وليكن ده الاسم بتاعه. تمام. تبدا تقول له والله انت عايز الباقه اللي هي بكام؟ في باقه ب 30 وفي باقه ب 90. طبعا انت بتقول له عروض الباقات بتاعتك، هو يقول لك والله انا عايز الباقه اللي عليها عرض مثلا اللي هي ب 55 جنيه، فتدوس عليها. بص اللي هيحصل، هو تلقائي حسب له المده. تمام. من يوم 9 ليوم 23 عشان انت مدخل له المده. تمام. فوالله انت عايز تضيف له يوم زياده، عايز تقلل له يوم، فالتاريخ هو بيبقى متظبط لوحده، عايز تظبطها له تروح انت ضاغط مثلا وتشوف انت عايز تحجز له يوم ايه. هو كان تلقائيا عامل 23 وحاسب المده. تمام. يبقى دي مده الباقه بتاعته. طيب بعد كده عندك زرار هنا اضافه لو انت عايز تضيف رقم التليفون، ويفضل ان انت تضيف رقم هاتف العميل وليكن 010. تمام. عندك هنا زرار اسمه كود EMB، ده لازم تختاره. لازم لو جيت تدوس على حفظ دلوقتي هيقول لك يرجى اختيار كود الموظف. طيب ايه فايده الزرار ده؟ بص يا حبيب قلبي، انا ممكن يكون عندي 50 موظف، الزرار ده هيظهر لك الموظف اللي حاضرين دلوقتي في اللحظه الحاليه، واحنا سجلنا حضور لموظف كود 1 وكود 2. انا دلوقتي اللي بعمل التذكره دي انا كودي كام؟ انا كودي 1، انا الموظف يونس الكود بتاعي 1، فاروح دايس على على 1. لو في واحد تاني اللي هو الموظف مثلا اللي كوده 2 هو اللي قاعد على الجهاز، يبقى يختار نفسه عشان بعد كده لو في خطأ مثلا في تذكره نعرف مين الموظف
اللي عامل الخطأ ده بسهولة، تمام، عشان تتحاسب يا صاحبي. هتدوس على حفظ. بص بقى كده تم إضافة العميل محمد كريم عطية سامح إلى السيستم. هتبدأ تقول له والله أنت الكود بتاعك واحد، تمام. والله لو مش عايزه ينسى، أنت عامل مثلا زي تيكت بتديها له براحتك، عايزه يصور الكود بتاعه برضه براحتك، تمام. المهم إن أنت تقول للعميل الكود بتاعك واحد، فهو يبدأ يسجلها بقى، يبدأ يصورها، هو يعمل اللي هو عايزه، تمام. الكود ده مهم جدا للموظف وللعميل عموما، لازم تبقى عارف كودك، لان النظام هنا مش بندور بالاسم، احنا بندور بالكود، والكود ما بيتكررش، لان احنا لو قررنا لو دورنا عليك في الاسم، تمام، فممكن يبقى فيه اتنين اسمهم زي بعض. فالكود ده خاصيه مهمه جدا، لازم يبقى العميل عارف الكود بتاعه، ولازم يبقى الموظف اللي شغال عارف الكود بتاعه. طب افرض نساه، ما فيهاش مشكله، هعلمك ازاي دلوقتي تجيب كود العميل لو هو نساه، وهعلمك ازاي تجيب كود الموظف لو هو نساه. طيب لو ضغطنا على اوكي هنلاقي الرساله دي بقى مهمه جدا. دلوقتي العميل جه اشترك، تمام، وارد ان العميل يقول لك والله انا جاي اشترك وهاجي من بكره ان شاء الله، صح؟ يعني وارد ان هو يشترك وياخد بعضه ويروح. فهو بيقول لك انت عايز تدخل العميل الغرفه، معناها انت عايز العميل بعد ما هو اشترك دلوقتي تبدا تحسب له ان هو دلوقتي دخل قعد، فتبدا تخصم له من الساعات والدقائق المتبقيه ليه. لو دوست على اوكي معناه ان هو دخل، يعني معناه ان هو اشترك ودخل جوه في السنتر وقعد يذاكر. لو دوست على كانسل معناه ان هو جه حجز وخد بعضه ومشى، ما دخلش السنتر، تمام. هدوس على كانسل. دلوقتي ده اول عميل معانا ما دخلش يذاكر، هو جه حجز وخد بعضه ومشى. تعال نعمل عميل تاني، تمام، وليكن اسمه سامح 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 سامح. كود الموظف اللي عمل التذكره دي كوده واحد، انا الكود بتاعي انا كموظف يونس كودي ايه؟ واحد، تمام. الباقه اللي اختارها سامح، والله سامح اختار الباقه ب 30 جنيه عشان الدنيا معاه ايه؟ بايظه شويه. وندخل رقم التليفون بتاعه، لو مش عايز تدخل رقم التليفون ما تدوسش عليها، او دوس على حفظ كده هيتسجل عادي، تمام. طيب يفضل ان انت تدخل رقم الهاتف، لان رقم الهاتف بيكون خاصيه مميزه برضو، لان مفيش اتنين بنفس رقم التليفون، وبالتالي لو العميل نسى الكود بتاعه هخليك تدور عليه برقم الهاتف، تمام. طيب هتبدا تقول بعد ما ضفنا العميل، هتبدا تقول والله للعميل ده اللي هو سامح، هتبدا تقول له كودك 2، اكتب بقى عندك، فاهم؟ صور. المهم ان انت تبقى حافظ الكود ده، لان الكود ده اللي انا هتعامل معاك بيه بعد كده، تمام. لو دوسنا على اوكي هيبدا يقول لك انت عايز تضيف سامح للغرفه ولا لا. هندوس على اوكي. كده سامح جه اشترك في الباقه ودخل الغرفه. لو جينا في الصفحه الرئيسيه وعندك زرار اسمه الغرفه، بص كده الوحيد اللي موجود عندك هو سامح، رغم ان انت عندك واحد قبل كده، بس الصفحه دي بتعرفك هو مين اللي موجود دلوقتي في السنتر، تمام. طيب احنا قلنا ان العميل اللي هيجي لك هيكون يا اما ليه اشتراك في الباقه، يا اما استخدام الباقه اللي هو مشترك فيها، اما ان هو قاعد دلوقتي عندك بيذاكر وقام عشان يروح فجاي يعمل انتهاء للجلسه، تمام. طيب احنا اتكلمنا على اول حاله اللي هي اشتراك في الباقه، وعرفنا ان احنا هنعملها من زرار للعميل ونعمل اشتراك العميل، انما الحالتين الباقيين بقى هنعملهم من زرار الغرفه. سريعا كده خد بالك ان احنا دلوقتي بنشرح الساعة 7:15 مساء، تمام. احنا بنكمل الفيديو دلوقتي، احنا كنا بنشرح امبارح الساعة 2 الفجر، دخلنا نمنا وصحينا دلوقتي فبنصور دلوقتي، تمام. زرار الغرفة ده بيعرفك الناس اللي موجودة دلوقتي عندك في السنتر. يعني عندك العميل اللي هو سامح ده هو قاعد دلوقتي بيذاكر عند حضرتك في السنتر، تمام. دلوقتي انا جالي عميل وقال لي انا مشترك بالفعل في باقه، فانا هقول له والله الكود حضرتك ايه، فقال لك انا الكود بتاعي 1، تمام. وانت عملت له تسجيل عميل للغرفه، فانت هتبدا تساله انت اسمك ايه؟ قال لك انا اسمي محمد كريم. تقول له اتفضل حضرتك خش ايه ذاكر او شوف انت بتشتغل ولا انت جاي بتعمل هنا ايه اصلا، تمام.
لان انا ممكن اقول لك كود، وليكن انا كودي مثلا 7 مثلا، وقلت لك انا كودي 1. تمام. فانا ناسي الكود بتاعي ان هو 7، فانا قلت لك كودي 1، فانت كده دخلت واحد تاني بدالي. فبتسالني انت اسمك ايه، اقول لك انا اسمي مثلا عبد الرحمن مصطفى، فانا مش صاحب الكود ده، فبتعمل حذف العميل من الجلسه في حاله ان انت دخلت حد بالغلط مكان حد يعني. تمام. لان احنا دلوقتي بنستهلك من وقت محمد كريم. تمام. حذف العميل من الجلسه عامل بالظبط زي زرار الموظفين لما بتعمل حذف الموظف من حضور اليوم، اكنه اصلا ما جاش، يعني بتعمل له حذف اكنه اصلا ما جاش. نفس الكلام، انا الراجل ده دلوقتي اتبقى معاه قد ايه؟ 23 ساعه و55 دقيقه. تمام. هل انا هستهلك الدقيقه اللي هو قعدها دي؟ لا، عشان الكلام ده هيتخزن بعد كده في سجلات، عشان لو العميل جالك وقال لك انا ما استهلكتش الباقه بتاعتي مثلا، تخش له على السجلات تقول له انت جيت يوم كذا من الساعه كذا للساعه كذا. فانت دلوقتي دخلت واحد اسمه محمد كريم اللي هو كوده 1، وهو اصلا ما جاش. انا اللي جيت قلت لك انا كودي 1 وانا اسمي عبد الرحمن مصطفى، وانا بالفعل انا مشترك بس كودي 7، انا ناسي الكود بتاعي. ففي الحاله دي انت بتمسح محمد كريم، بتعمل له حذف العميل، حذف العميل من الجلسه، وبعد كده بتخش تدور على الكود بتاعي انا عبد الرحمن مصطفى، هعلمك ازاي دلوقتي. تمام. وتقول لي الكود بتاعي، وتبدا تحط الكود وتعمل تسجيل العميل للغرفه عشان يتسجل ان انا جيت عندك النهارده الساعه كذا. ولما اجي امشي بقى، ما انا دلوقتي خلاص مثلا العميل اللي هو كود 1 ده عملته تسجيل اهو. تمام. فهو كده اتسجل عندك، تقول له اتفضل خش ذاكر. العميل دخل قعد ساعه 2 3، وهو جاي عشان يروح لازم يعمل حاجه اسمها انتهاء الجلسه. يجي يقول لك خلاص كده انا عايز اعمل انتهاء الجلسه، فانت تقول له اسم حضرتك ايه او كود حضرتك ايه، يقول لك انا كودي 1 مثلا اللي هو ده، تعمل له انتهاء جلسه. تمام. طيب بص كده، هو ما عادش حاجه يعني، احنا لسه مدخلين دلوقتي، فلسه اتبقى له 23 ساعه و55 دقيقه. تمام. يبقى احنا عرفنا لو العميل جالي عشان يستهلك من الباقه بتاعته، هحط الكود بتاعه وادوس على تسجيل العميل ايه للغرفه. طيب نتخيل ان العميل كانت الباقه بتاعته منتهيه، التاريخ بتاعها عدى، زي العميل اللي كوده 3 مثلا. بص هيقول لك ايه؟ انتهى تاريخ الباقه. تمام. فانت بتقول له والله الباقه بتاعتك تاريخها خلص. لو قال لك ازاي مثلا، فانت هتخش على البيانات بتاعت العميل ده بالكود بتاعه، وتقول له والله اخر موعد، اخر ميعاد للباقه دي كانت يوم كذا. تمام. عشان برضه تعرفه. طيب في حاله بقى ان الباقه بتاعته تاريخها خلص، هنعمل ايه؟ هنشترك له في باقه جديده. طب هنشترك له في باقه جديده ازاي؟ هندوس على زرار للعميل ونعمل له اشتراك عميل، ونبدا نحط الاسم، وهيبقى ليه كود جديد لباقه جديده. تمام. طب نفس الكلام برضو لو العميل استخدم الباقه بتاعته كلها، يعني مثلا الكود بتاعه 5، نعمل تسجيل العميل للغرفه. بص كده، لقد استخدم العميل كامل باقته، وعدد الساعات المتبقيه 0، وعدد الدقائق المتبقيه 0. تمام. يبقى كده العميل استخدم الباقه كلها، فانا بقول له والله انت استخدمت باقتك كلها. يا اما هيقول لك طب انا عايز اشترك في باقه جديده، او هيقول لك مثلا انا ما استخدمتش الباقه بتاعتي كلها، فانت بتطلع له السجلات. بتطلع له السجلات ازاي؟ بص بقى، هتدوس على زرار للعميل، عندك تحت زرار اسمه بحث عن بيانات العميل. الزرار ده مسؤول عن حاجه من اتنين، يا اما تبحث عن كود العميل لو هو نساه، يا اما تعرف معاملات العميل ده ايه، السجل بتاعه، سجلاته. تمام. وليكن العميل لو كان ناسي الكود دلوقتي على الهادي، عندك بحث عن كود العميل اهو، هتدخل رقم التليفون وتقول له، او ايه، هيظهر لك الكود بتاعه باسمه بكل حاجه عنه. تمام. طيب في حاله ان زي ما قلت لك ان العميل قال لك، العميل كان بجح وقال لك انا ما استخدمتش الساعات بتاعتي كلها. تمام. فانت هتدوس على بحث عن معاملات العميل، وتحط كود العميل وليكن اللي هو 1 مثلا، وتعمل بحث. يقول لك والله العميل ده جالي 3 مرات. المره الاولى جالي مثلا من الساعه 7:30 للساعه 7:37 دقيقه. تمام. قعد من الساعه 7:33 دقيقه ل 7:37 دقيقه، يعني قعد 3 دقائق عشان ما جاتش دي 36 ثانيه. تمام. وجي في نفس اليوم اللي هو 9/10 برضه، قعد من الساعه 7:54 دقيقه للساعه 7:57 دقيقه. وجي في نفس اليوم برضه اهو، ما هو تاريخ الغرفه اهو. تمام.
من الساعه 8 و8 دقائق الى الساعه 8 برضو 8 دقائق، فما اتحسبتش اي حاجه، ما اتحسبتش ليه ولا ساعه ولا حتى دقيقه. تمام. يعني من الاخر لو العميل قال لك انا ما استهلكتش الباقه بتاعتي بالكامل، فانت بتخش على الصفحه دي وبتحط الكود بتاع العميل، ويظهر بقى سجلات العميل. العميل جه من يوم كذا من الساعه كذا للساعه كذا، استهلك قد ايه من عدد الساعات وعدد الدقائق، وجه من يوم كذا من الساعه كذا للساعه كذا، وجه من يوم كذا للساعه كذا للساعه كذا. فانت بتقول له والله بص السجل بتاعك اهو، انت جيت النهارده مثلا 3 ساعات، جيت امبارح 3 ساعات، جيت اول امبارح 3 ساعات، وهكذا لحد ما انت استخدمت الباقه بتاعتك بالكامل. تمام. يبقى دي سجلات للعميل. ده في حالة إن العميل مثلا طيب ده في حالة إن العميل استخدم باقته كاملة، أو العميل برضو عايز يعرف السجلات بتاعته، عايز يعرف هو كان بيجي قد إيه مثلا ولا أي حاجة. تمام. زي ما قلنا لو العميل مثلا عايز يقوم ويروح، فانت لازم تعمل له انتهاء جلسه، عشان طول ما هو هنا معناه ان هو قاعد عند حضرتك دلوقتي بيذاكر. تمام. فهو لما يجي يمشي لازم تعمل له انتهاء جلسه. طيب بص كده معايا، العميل ده كوده 2. تمام. جه 9/10، قعد الساعه كام؟ قعد الساعه 2 و9 دقايق AM، يعني الفجر. قعد الساعه 2 الفجر، وكان ليه 12 ساعه وهو جاي. الساعه دلوقتي 8 مساء، العميل استهلك اكتر من ال 12 ساعه. تمام. فلما نيجي نعمل له انتهاء جلسه، بص كده هو قعد 18 ساعه و4 دقائق، واصلا الباقه اتبقت له فيها 12 ساعه. فبيقول لك العميل تجاوز الباقه بمقدار 6 ساعات و4 دقائق. فانت بتقول له والله ده انت استهلكت اكتر من باقتك 6 ساعات و4 دقائق. طيب الحل ايه؟ يا اما تحاسبه على ال6 ساعات ده يومي، يا اما تقول له ممكن اعمل لك اشتراك في باقه جديده ونخصم منهم ال6 ساعات. تمام. لو قال لك مثلا انا موافق، هعلمك ازاي دلوقتي تخصم الساعات دي من العميل بعد ما انت تشترك له في الباقه الجديده. تمام. اهم حاجه احنا فهمنا الصفحه دي كويس جدا جدا جدا، وعرفنا الحالات كلها اللي هتظهر لي في الصفحه دي. بص يا حبيب قلبي، عندك زرار للعميل، عندك اشتراك العميل احنا اتكلمنا عنه، وعندك زرار اسمه حذف عميل. حذف عميل ده في حالة ان العميل جه يشترك وعايز يسحب الحجز، فانت بتخش بتكتب الكود بتاعه وليكن مثلا 1، وبتدوس على حذف. بيقول لك انت عايز تحذف العميل اللي باسم كذا، فانت بتسأله انت اسمك ايه، عشان ممكن يقول لك كود غلط. تمام. انت كده بتعمل حذف العميل، خد بالك. فوالله لو طلع نفس الاسم اللي هو قاله لك هتدوس يس، لو ما طلعش هتدوس نو، وتشوف الكود برضو بتاعه. زي ما قلت لك هتخش على البحث بتاع الكود. تمام. طيب بص بقى يا حبيب قلبي، الزرار اللي جاي ده مهم جدا، تعديل بيانات العميل. احنا امتى هنعدل في بيانات العميل؟ بص بقى، انت ممكن تعدل في الاسم وفي التليفون وفي عدد الدقائق المتبقيه وعدد الساعات المتبقيه وتاريخ الانتهاء. يعني مثلا العميل انت عايز تديله يوم زياده، فهتخش على تاريخ الانتهاء وتزود له يوم زياده. تمام. عدد الساعات المتبقيه وعدد الدقائق في المتبقيه لو انت هتخصم له، زي العميل اللي كان كوده 2. العميل اللي كوده 2 ده لو جينا ندخله تاني في الغرفه، بيقول لك ان العميل استخدم كامل باقته وعليه 6 ساعات و4 دقائق. تمام. احنا قلنا احنا هنشترك له في باقه جديده ونخصم منه ال6 ساعات و4 دقائق دول، صح؟ هندوس على زرار للعميل اهو. والله ما انا فاكر اسمه، بس نقوله مثلا محمد سامي كريم، كود الموظف 2، الباقه بتاعته. بص بقى هو هيختار الباقه، اي باقه، وانت هتخصم منها 6 ساعات. تمام. فكك من رقم التليفون، كود العميل هو 6. الباقه اللي هي ب 120 جنيه دي بتوفر له 60 ساعه، فانا هخصم منها ال6 ساعات دول، فهيتبقى قد ايه؟ 54. فهاجي على تعديل بيانات العميل واكتب الكود بتاعه الجديد اللي هو 6،
وادوس على تعديل عدد الساعات المتبقيه، واخليها بدل هي كانت 60 هخليها 54 ونعمل حفظ. تمام. ايوه عايز اعدل لمحمد سامي كريم. يبقى كده انا عملت اشتراك للعميل ده في باقه جديده، وخصمت منه الست ساعات دلوقتي اللي هو ايه قعدهم زياده. تمام. لو جينا زي ما قلنا ندخله بالكود القديم بتاعه اللي هو 2 مش هيرضى يدخله، لان هو استهلك الباقه بتاعته كامله. بس هو دلوقتي ممكن يخش بالكود الجديد اللي هو 6، وهتلاقي اتبقى معاه 54 ساعه، مع ان هو مشترك في باقه 120 جنيه اللي هي 60 ساعه، بس احنا خصمنا منه الست ساعات عن طريق تعديل البيانات. يبقى انا لو عايز اعمل سحب العميل هدوس على حذف عميل. لو عايز اعدل في الاسم او رقم التليفون او تاريخ انتهاء الباقه او عدد الساعات المتبقيه او عدد الدقائق المتبقيه، هدوس على تعديل بيانات العميل واحط الكود واشوف انا عايز اعدل في ايه. لو انت فاكر العميل اللي هو كان كوده 5 كانت الباقه بتاعته كان استخدم الباقه بتاعته كامله، وكان متبقى له صفر من الساعات وصفر من الدقائق، وليكن انت عايز تديله 30 دقيقه هديه. فانت هتخش على زرار للعميل وتدوس على تعديل بيانات العميل، تحط الكود بتاعه اللي هو 5، وهنخلي عدد الساعات المتبقيه صفر وعدد الدقائق المتبقيه مثلا 30، يبقى كده هو ليه 30 دقيقه هديه. تمام. ونعمل له حفظ. لما نيجي دلوقتي نضيفه هيرضى يدخله، ولو جينا نبص على عدد الساعات المتبقيه هنلاقيها 0، وعدد الدقائق المتبقيه هي 30 دقيقه. تمام. طيب كده احنا خلصنا كل حاجه للعميل حرفيا. طيب بالنسبه للموظفين انا بديك نفس الاكسس بالظبط. يعني عندك تعديل بيانات الموظف ممكن تعدل على الاسم ورقم التليفون ورقم البطاقه، ما تقدرش تعدل على انت داخل الساعه كام، عشان عارفك انت لو كان عندك الزرار ده انا جاي دايما مظبوط وماشي دايما مظبوط. تمام. عندك برضو حذف الموظف، لو الموظف عايز يقدم استقالته بتدخل الكود بتاعه وبتعمل له حذف. عندك زرار بحث عن بيانات الموظف، الزرار ده برضو عندك يا اما هتبحث عن كود الموظف يا اما هتبحث عن معاملات الموظف. ركز بقى هنا، انت دلوقتي عايز تعرف الموظف اللي هو كوده 2، عايز تعرف خلال من يوم 1/10 لحد النهارده هو جه كام يوم وجه من الساعه كام للساعه كام. نعمل بحث مثلا، العميل ده خلال ال9 ايام جه مره واحده بس، جه الساعه 2 بالليل 2 ل 5 دقائق ومشى الساعه 7 مساء. تمام. طيب طبعا لو العميل ده جه اليوم اللي بعده هيظهر لك تحتيها العميل جه تاريخ 10/10/2025 لحد ما انت محدد من يوم 1/10 لحد 9/10 هيجي لك كل الايام اللي جه فيها العميل ومن الساعه كذا للساعه كذا. تمام. عشان تبدا تشوف مثلا هو جه المره دي متاخر تمام ومشى بدري، فتبدا تعمل له خصم مثلا. والله يوم 8/10 مثلا ما جاش، فتبدا تعمل له خصم. تمام. بالنسبه لي طيب بالنسبه لو انت عايز تنزل الحاجات بتاعته PDF، فانت عندك زرار اسمه داونلود PDF، تبدا تنزله وتبعته للموظف بتاعك وتقول له والله بص كده انت غايب 3 ايام مثلا خلال الاسبوع ده وجاي يومين متاخر مثلا. تمام. فانت عندك زرار اسمه داونلود PDF، هتلاقي على طول الديست اهو، هتلاقي فيه EMB PDF، هتلاقي اهو العميل يونس محمد سمير جه مره واحده بس يوم 9/10/2025 من الساعه 1:53 الى الساعه 7:04. تمام. طيب طبعا برضو زي ما قلنا عندنا برضو عندنا برضو داونلود PDF في الغرفه. لو المدير قال لحضرتك مثلا ابعت لي حاله الغرفه دلوقتي، عايز اعرف في كام واحد دلوقتي بيذاكر في السنتر، تمام، وقال لك ابعت لي PDF، فانت هتدوس على داونلود PDF هتلاقيه بره، تاخده تبعته برده ايه للمدير. طيب وعندك كده احنا خلصنا كل حاجه عن الموظفين والعميل والباقات. باقي الحاجات بقى سهله، يعني عندك تقارير، عايز اعرف كل الموظفين اللي عندي في السيستم، عندي موظفين بس. تمام. وعندك زرار هنا داونلود PDF.
عايز اعرف كل العملاء اللي عندي في السيستم. تمام، عندك 6 عملاء. تمام، وممكن تعمل لهم داونلود PDF. اهو العميل كذا ورقم تليفونه كذا، الكود بتاعه كذا، العميل كذا رقم تليفونه نن يعني مش مسجله برقم تليفون. ممكن بعد كده اخش اعمل تعديل عن بيانات العميل واعدل، اعدل التليفون فاحط له رقم تليفون. تمام. طيب دي تقارير العملاء. تقارير الغرف بقى بيجيب لك كل حالات الغرف. يعني مثلا العميل اللي هو سامح ده جه من الساعة 2:09 ومشى الساعة 8:15. تمام. والعميل اللي هو اسمه محمد كريم جه تاريخ كذا، جه تاريخ التسجيل بتاعه 9/10 9/10 ومشى نفس اليوم 9/10. جه من الساعة 7:30 ومشى الساعة 7:37. وجه مرة تانية محمد كريم اللي هو كود 1 الساعة 7:54 ومشى الساعة 7:57. كل الحاجات، كل المعلومات عن الغرفة هتلاقيها في تقارير الغرف. طبعا الاثنين دول نن ليه إلى الساعة نن؟ معناهم إن هم لسه موجودين، يعني هو العميل دخل الساعة 8:19 ولحد دلوقتي ما مشاش، ولحد دلوقتي ما خرجش تاريخ الخروج نن، ومش متسجل لسه إلى الساعة كام. لما أجي الكود بتاعه 6 مثلا، لما أجي دلوقتي على العميل رقم 6 وأعمل له انتهاء الجلسة وقعد 30 دقيقة، اجي على تقارير الغرف، هنلاقي ان الكود بتاعه 6 جه 9/10 ومشى التاريخ برضو 9/10. جه من الساعة 9:19 مشى الساعة 8، جه الساعة 8:19 ومشى الساعة 8:49. قعد بالظبط 30 دقيقة. تمام. اللي فوقيه لسه ما مشاش، عشان كده برضو تاريخ الخروج بتاعه نن، والى الساعة برضو متسجلة بنن. تمام. عندنا زرار اسمه الحسابات. هتدوس على الحسابات. عايز اعرف مثلا حسابات من يوم 1/10 لحد النهارده 9/10، هتدوس على حساب، هتلاقي الاجمالي المبلغ 295، ودي كل الاشتراكات اللي عندك. تمام. وعندك زرار داونلود PDF. لو المدير قال لك انا عايزك تبعت لي مثلا PDF للحسابات، هتدوس على داونلود PDF وتبعت له PDF اللي هيظهر برده بره. تعالى اهو، هنلاقي اهو الماني PDF اهو. تمام. عندك 55 جنيه لمحمد كريم عطية سامح، و30 جنيه لسامح، وهكذا بقى. عندك كل الدخل قدامك اهو. تمام. بص يا حبيب قلبي، عشان دي اهم حتة في الفيديو. انت عندك ملف في البيانات اللي هو center.db. الملف ده لو اتمسح لا قدر الله، فهتخش على الديسكتوب ابلكيشن، مش هيبقى عندك اي بيانات. حرفيا مش هيبقى عندك ولا باقة، ولا هيبقى عندك موظف، ولا هيبقى عندك ولا عميل عندك. فالبيانات كلها هنا. البرنامج كل اللي هو بيعمله بيسجل في البيانات. تمام. طيب انا عايز احتفظ بالبيانات دي، مش عايز اخسرها. فلما اجي اسجل انتهاء شيفت ليا، مش هتاخد معاك دقيقة. تروح انت جاي واخد الملف ده كوبي. تمام. وتيجي تفتح زيس PC وتخش على الدي، هتلاقي ملف عندك اسمه الداتا. هتحط الملف بيست. وليكن انا كعبد الرحمن خلصت الشيفت بتاعي النهارده اهو. تمام. خدت البرنامج كوبي، جيت حطيته بيست. لازما ادوس على ريبليس ذيس فايل عشان يحط احدث نسخه. من المنطق ان انا هحتاج دايما احدث نسخه، مش هحتاج نسخه قديمه، محتاج دايما احدث نسخه للبيانات. فانا هعمل ريبليس ذيس فايل. هو كده نقل. المفروض ان لو في حاجه جديده هنا اتنقلت في الملف ده. اوعى بالغلط تحذف الملف ده من الكمبيوتر، لان انت لو حذفته انت كده حذفت البيانات، وهتضطر ترجع لاحدث نسخه عندك موجوده في الدي.